أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. على محبة محمد وآل محمد الثانية. آجركم الله الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تعزز بالقدرة والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، والصلاة والسلام على سر الأسرار ومشكاة الضياء، طب القلوب، الحبيب المحبوب، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. وعلى آله أهل التقى والنقاء، السادة الشفعاء، وملاذنا بعد الله يوم الجزاء. أما بعد، إصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي أسرة الفقيد، أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من شاركنا مصابنا ممن حضر التشييع أو جاءنا معزيا من أهلنا في محافظات الجنوب والوسط والشمال ومحافظاتنا الغربية، سادة أفاضل وشيوخا أكارم ووجهاء أعزة، ومن ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي وقيادات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية. كما وأثني بالشكر والتقدير إلى كافة القبائل بحمائلها وعشائرها، وإلى أهالي المنطقة الكرام الذين أبدوا مشاعر الحزن والحب والوفاء لفقيدنا الراحل رحمه الله، ونقول لهم: نرجو إبراء ذمة الفقيد وذمتنا من إطلاق العيارات النارية التي لم ولن نقبل بها، وأنتم على علم بأننا قد بلغنا وقبل أن نبدأ التشييع بعدم إطلاق العيارات النارية، وكانت هذه إحدى وصايا شيخنا الراحل، لكن لا أمر لمن لا يطاع، وذلك لأسباب. أولا، لأنها لم تجوز من كافة العلماء، أرجو الانتباه، هذه إطلاق العيارات النارية بالمناسبات سواء الأفراح أو الأحزان لم تجوز من كافة العلماء، وكونها ظاهرة غير حضارية. إضافة لذلك، فنحن الآن بمسيس الحاجة للعتاد في محاور القتال. جمعنا الكريم، لقد فقدنا رجلا من رجالات كعب ووجها من وجوه العراق النيرة، عمل في أحلك الظروف قساوة على ديمومة التواصل والإصلاح بين القبائل، وسعى جاهدا في خدمة بلده. فشيخنا الراحل الشيخ منهل علي خان الكعبي كان مفخرة للعراق، وإن كنا نحن بني كعب نفتخر به أنه من قبيلتنا، إلا أنه مفخرة لكل أهل العراق. فكان ابنا بارا للعراق وأبا وأخا لبقية القبائل والعشائر، وبرحيله فقدنا ثروة عظيمة. ولكن عزاءنا أن قبيلتنا ولادة للرجال، فما أن يمضي رجل حتى يأتي مكانه آخرون. إذا سيد منا خلا قام سيد، قؤول بما قال الكرام فعول. وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. رحمك الله شيخنا ووسع في قبرك، فقد اجتمع اليوم محبيك ليؤبنوك، وكأنهم مجتمعين معك في سنينك الطوال التي قضيتها في خدمتهم، وليعرضوا في حفل التأبين هذا
صورا من الوفاء لتلك المسيرة المعطاء العطرة التي قضيتها في خدمة قبيلتك وبلدك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. رحمك الله يا من سار بجنازتك الأهل والأحباب، وبكى عليك الجميع دون استثناء، وافتقدك الجميع دون استثناء، وترحم عليك الجميع دون استثناء. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واخلفه في أهله بخير. اللهم قرب بينه وبين الجنة كما قربت بين العين وجفنها. اللهم باعد بينه وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم تقبل حسناته وتجاوز واعف عن سيئاته بحق محمد وآله الأطهار صلواتك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والآن أحبائي سيعتلي المنبر سماحة السيد علي الشريفي والملا مؤيد، جزاهم الله ألف خير، ونستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد.